وقف فرض حد القطع في عام الرمادة. عام الرمادة. نعم. فعام الرمادة وقف حد القطع. فالكلام ده الحاكم من حقه ان هو في مصلحة الامة انه يوقف فرض او سنة لمدة محددة. فانا بداشد الرئيس من لمصلحة الشعب بتاعنا، وفرض الزكاة مقدم على فرض الحج. ده في ترتيب الاركان فرض الزكاة مقدم. يعني انت بتطالب يعني بدل الاموال اللي بتنفق في العمرة والحج يتم هذه الاموال صبها داخل مصر في اي صور، في المشاريع، في صدقة، في كذا، علشان تمام. واحنا لو كان الهدف من المعتمر او الحاج ان ينال الثواب، فعليهم ان ينتبهوا ان في شهر مارس القادم هو سوف يتم تنظيم اول حج للوادي المقدس طوى، اقدس مكان على وجه الارض. واحنا عندنا هذا يعني انت بتطالب ان الحج يبقى للوادي المقدس طوى جنوب سيناء بدل ما الكعبة المشرفة؟ يعني يا استاذ محمد، ده البعض هيقول لك ده مش مذكور في القرآن، الحج للوادي المقدس طوى، يعني مش مذكور في القرآن. يا استاذ محمد علينا ان نسأل لماذا حج كل الانبياء بما فيهم سيدنا محمد الى هذا المكان قبل ان يحج سيدنا محمد لمكة، وكل الانبياء حجوا الى هذا المكان. علينا ان نسأل انفسنا لماذا ذكر الوادي المقدس طوى اللي هي الطور، جبل الطور 12 مرة في القرآن؟ لماذا الله تجلى في هذا المكان تحديدا دون غيره، وتكلم في هذا المكان دون غيره؟ لماذا سيدنا موسى استلم الألواح العشر في هذا المكان تحديدا؟ طيب. يجب أن نعلم قدسية هذا المكان. طيب. أنا شخصيا فكرة الحج للوادي المقدس طوى دي، يعني أنا مش عايز أتناقش فيها، ده لازم متخصص. لكن أنا شخصيا يعني لأنه إحنا بنصرف أكتر من 20 مليار جنيه في الحج والعمر على ما أذكر، 20 مليار حاجة و20 مليار، ولدينا أقدس مكان على وجه الأرض.